ده واحد من اغرب الاختراعات اللي جربتها. طيب ده يا سيدي بيتلبس زي الحزام كده، وبيتقفل من فوق ومن تحت من عند الرجلين، ولازم تضيق قوي، تركب البطاريه، تحمل الابلكيشن بتاعه كده، هيبقى معاك الهايبر شيل اكسوسكيلتون. طيب ما فهمتش حاجه برضو صح؟ ده يا سيدي هيكل معدني، في مواتير هنا، اول ما بترفع رجلك هو بيديك زقه، يعني انا برفع رجلي بمقدار كده، هو بيروح مكملها لفوق. فخد ده بقى في اي حاجه فيها تانية الرجل، زي مثلا الطلوع او النزول على السلالم، بيسهل الموضوع قوي. وكمان فكره انك تطلع كذا سلمه في نفس الوقت. المود بقى بتاع العجله هو من اكتر الحاجات اللي بتحسها، هو بيديك احساس ان العجله بتاعتك بقت الكتريك، في حاجه عماله تزق كده وتلف، والموتور دوت ذكي وبيتعلم من حركتك وسرعتك وبيتاقلم عليها. طبعا اهم حاجه واللي اكتر ناس هتشتري الجهاز ده عشانه، وهي فكره الهايكنج، فكره انك تطلع بقى جبال وتمشي في طرق مكسره وعلى طوب والكلام ده، فكره متعبه جدا. انا جيت من عند هناك ونوعا ما مش عرقان، مش تعبان قوي، اكيد طبعا في شويه مجهود مبذول، لكن تقريبا نص المجهود لو انا مش لابسه. وبرده مفيد في الاماكن زي الصحراء اللي رجلك بتغرس، هو بيساعد قوي ان هو يطلع لك رجلك من الرمل. فلا هو مش هيخليك اسرع، هو هيخليك ما تتعبش اسرع. المجهود اللي انت بتعمله علشان تمشي 5 كيلو انت يا دوب هتعمل نص المجهود ده، وهو هيعمل النص التاني. تقدر كمان تتحكم في مستوى القوه بتاعه المواتير، يعني لو خليته على 50% هو يا دوبك ايه، بيزق حاجه بسيطه. في بقى مود الهايبر ده مرعب، ده يعني حاسه انت لو مش مسخن قبلها هيمزقك. البطاريه مكتوب انها تمشي 17 كيلو، طبعا ده على اقل مود. بيجي معاه بطاريتين عشان لو البطاريه خلصت تروح شايل ديت وحاطط دي على طول. طبعا مقاوم للميه لو الدنيا مطرت، ومقاوم للتلج. وبرده ده سيناريو مهم جدا للناس اللي مثلا عايشين في اماكن فيها تلج، اللي هو رجلك بتغرس فيه، فده هيساعدك انك ترفع رجلك. بس هو حاجه مستقبليه قوي، ولا مش تقيل خالص، وزنه حوالي 2 كيلو بس. فاتاكد انك عامل فولو عشان ما يفوتكش اختراعات زي دي، وهتلاقي السعر بتاعه وكل المواصفات في اول كومنت.